واسعد أيضا وشبابك فيما أفناه، وشاب النشأ في عبادة الله. ولقد تجلت أهمية الشباب في توجيهات نبوية شريفة، حيث وردت كلمة الشباب في الكتاب النبوي بأحاديث كثيرة تدل على الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. كما دعا الشباب صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، ومن ذلك صحتك قبل هرمك، وشبابك فإنه أغض للبصر، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه واله وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله، وشاب نشأ في عبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف كثير من الشباب للقيام بالعديد من مهمات، كمصعب بن عمير بأن يكون أول سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وأسامة بن زيد بقيادة جيش للتوجه للقتال في الروم في بلاد الشام، وزيد بن ثابت وعمر بن أبي وقاص فقد أرادوا أن يشهدوا غزوة بدر فلم يجزها وهم عمرهم 14 سنة. وابن عباس الهدري قال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. التوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يولي جانبا من توجيهاته إلى الشباب فيقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. ومن توجيهاته صلى الله عليه وسلم بأن الشباب في المجتمع عمود الفرد في تشييده إلى سواعد قوية، فحين يقدم الكبار والشيوخ الرأي والنصيحة تجد الشباب فيقومون بالطاعة والجهد والعمل، فتكتمل إدارة كل جيل من الأجيال تضمن منظومة اجتماعية قوية تود دورا على أكمل وجه. إذا أردت أن تتعرف في دولة قوية أو ضعف فانظر إلى شبابها، فإذا رأيت شبابا متدينا إذا الأخلاق سامية وهم، فانظر إلى شبابها وقيم المتنمية وثقافة عالية منتقلا بمعالي الأمور، تعلم أنها أمة قوية البناء عظيمة الشأن رفيعة القدر. الوقت قليلة جدا وأكتسر بهذا القدر القليل، وإلى اللقاء. وأقول كلمة إن شاء الله أنكم تفتني إياها لما كانت لكم في سليم برنوتا سر أفراد شودا برنوتا هم للي أديس في سليم